يا سلام، يا سلام على الروقان بقى. شويه ليمون وعيشي، عيشي اللحظه مع نفسك. قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. لكل حبايب قلبي، حبايب ام القلب، بيحطوا لها لايكات وكومنتات. طبعا في ناس كتير شافت الفيديو الاولاني وما علقتليش عليه، بس على كل حال الف شكر لكم حبايب قلبي. ويلا كده ايه، نتابع مع بعض نشوف هنعمل ايه في الفول بتاع السحور بقى بتاع رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بصوا يا بنات، طبعا الفول ده احنا الاول كنا بنقيه. وشوفوا الفوله دي، يعني احنا كنا الاول بنجيبوا الفول ده كله، الفول دي الكبيره دي اهي، ما ننقيش الفوله الصغيره دي. طب ليه؟ يقول لك اصلها بتحصلن في الفول لما بيجي يستوي، او بتبقى جامده شويه. بلاش تحصلن دي. تمام. شايفين كنا بننقي بقى الفوله دي كده، الفوله الكبيره دي، البيضه الكبيره دي. انا بقى النهارده والله العظيم قسما بالله انا جبت الفول بتاعي اهو، هو دي نفس دي. شايفين الفوله اتمدت وبقى شكلها عامل ازاي؟ انا نقعتها ولا نقيته ولا عملت فيه اي حاجه، لان هو ما شاء الله نضيف. بس كان فيه فوله صغيره شويه وانا سبتها، ما شلتهاش من الفول. شايفين الفول وجماله؟ عملت ايه؟ حطيت عليه ميه مغليه وحطيت له معلقه سكر. السكر عمل ايه؟ فتح الفوله وخلاها بيضه وجميله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات اهي. شايفين الفوله؟ ما شاء الله تبارك الله اهي. ونزل طبعا كل الميه منه الغامقه اهي. حتى لما نسلق الفول مع بعض هتشوفوا، شايفين الميه لونها؟ والفوله بتاعتي بقت جميله كده وبيضه ونظيفه وشكلها بقى جميل جدا. طبعا دلوقتي بقى هنغسله واحط عليه برده ميه سخنه تاني وهسيبه. يعني انا مثلا نقعه النهارده من الساعه 11 كده الظهر، تمام؟ دلوقتي الساعه 11 بالليل. انا هنقعه برده، هسيبه كمان يبات، وباذن الله بكره باذنك انت يا رب نولع عليه ونشوف هنعمل ايه فيه مع بعض. حبايبي يا بنات، بصوا انا حطيت الفول اهوت بقى، دي تاني يوم الصبح ان شاء الله حطينا الفول اهوت بقى ايه يتسوى. مش هحط فيه اي افتكاسات، لا احط جزر ولا طماطم ولا بصل ولا اي حاجه. هو كده بس، لا حطيت عدس ولا حطيت فول مدشوش ولا اي حاجه. هو الفول بس وميه يتسلق بقى ونعرف احنا هنعمل ايه فيه مع بعض. اخيرا يا بنات بقى خلصنا الفول. الفول فضل بالظبط ساعه وربع على البوتاجاز، ساعه وربع. واحنا عاملينه طبعا زي ما انا قلت لكم، نقعينه على بيات بميه سخنه. شايفين الفول؟ والله الكاميرا ظلمها يا بنات، انا هقرب لكم الكاميرا شويه. شوفوه، شايفين يا بنات؟ فول معلبات. شايفين الزبده؟ شايفين الفول عامل ازاي؟ والله العظيم الكاميرا ظلماه. ولا خلاط بقى ولا اي حاجه، اهو بالمعلقه بس كده اهم. شويه فول زبده وريحتهم جميله جدا. طبعا بقى عايزه تعملي فول بالطحينه، بالزيت الحار، بالطماطم، بالبصل، باي حاجه اعملي اللي انت عايزاه، ابدعي فيه زي ما انت عايزه. اهو فول بس، لا حطينا قمح ولا عدس ولا فول مدشوش ولا اي حاجه ولا حمص ولا اي حاجه. وشويه فول ما شاء الله الله اكبر عسل. شايفين فول معلبات ده ولا مش فول معلبات يا بنات؟ عايزه اقول لكم الفول فاتح جدا، والميه بتاعت الفول فاتحه ما شاء الله. طبعا عشان انا خدت فول بس. شايفين الفول وجماله يا بنات؟ نحط عليه بقى زيت وليمون وكمون وعيشه حياتك يا قمر. طبعا لو عندكم هراسه زي دي يا بنات تقدروا تهرسوا الفول بكل سهوله. شايفين جماله اهو ما شاء الله تبارك الله، راح زبده خالص. ويلا بينا بقى نعمل طبق فول بالسمنه البلدي والبيض على مزاجكم. يلا بينا نحط معلقه السمنه اهي. عايزاكم كده بقى تاكلوا شويه الفول دول وتدعوا لي، بس اعملوهم بنفس الطريقه. ومحدش يقول لي ازاي بتحطوا سكر في الفول. الفول يا بنات لما تحط له سكر قسما بالله بقى زي فول المعلبات اللي احنا بنجيبه بالشيء الفلاني. كده يا بنات ننزل بالبيض بتاعنا. تعملي فول بقى زي ما انت عايزه، بس شيليه بنفس الطريقه. يعني ما تحطيش فيه بهارات ولا تحطي فيه ملح، وشيليه زي ما انا قلت لك كده من غير اي حاجه في الفريزر. وساعه ما تطلعيه عايزه تعملي فول بالبيض اعملي، بزيت الحار اعملي، بالليمون بقى والبهارات بتاعتك، كمون طبعا وفلفل اسمر وشطه اعملي. كل يوم كده اعملي اكله وشكلي فيها من الفول على السحور، بيبقى تحفه يا بنات. يا سلام بقى على طبق الفول ده.
جنب الخيار الاخضر كده والجبنه البيضه. هو ده سحورنا في رمضان يا بنات. احنا ما بناكلش يعني تونه ولا اي حاجات من ولا لانشون ولا كلام من ده. نحط النار شويه عليه. الله الله بجد. نحط له بقى شويه بهارات، كمون كده وكزبره وشويه من الفلفل الاسمر. طبعا الملح بتاعه لو حابه تحطي شطه حطي، اختياري يعني، مش حابه خلاص. وبس كده هنطفي عليه ونقدمه بألف هنا وشفا. عملنا عزومه من الفول ونخلص الفول انا مش مسؤول. بصوا بقى يا حبايبي، هنا هنحط شويه بالسمنه البلدي كده. الفول اللي بالسمنه البلدي حطينا فيه سمنه بلدي، والفول اللي بزيت الزيتون طبعا هنحط فيه زيت زيتون. الله بقى على زيت الزيتون. دي الفول اللي بالطماطم. انا ما عملتوش معاكم يا بنات، ماشي كده. عملنا 3 انواع اهم من الفول. كل يوم بقى اعملي وشكلي. ممكن تعملي فول بالطحينه، يا سلام يا سلام على الروقان بقى. شويه ليمون وعيشي، عيشي اللحظه مع نفسك. ايه رايكم في السفره بتاعتنا؟ شويه عيش بقى، والله الله الله الله. الشطه عملت عمايل. تعالوا يا بنات بقى ناكل لقمه كده حلوه مع بعض. ايه رايكم في طبقه الفول؟ بالله عليكم ايه رايكم؟ يا سلام، انا نفسي تكونوا معايا وتشموا الفول بتاع الخطير، والله خطير. عايزاكم بقى ما تنسونوش يا بنات في اللايك. وعايزه اقول لكم ان الفول بتاعنا ده من السنه اللي فاتت، وانا هوريكم الفول دلوقتي وهوريكم الفول الاخضر كمان طلع. وانا عندي الفول ده من السنه اللي فاتت. هقول لكم بقى يا بنات، ده الفول بتاعي شاريه من السنه اللي فاتت، وده الفول الاخضر طلع اهو. شايفين؟ اوريكم الفول، والله العظيم قسما بالله هو ده، هو اللي انا مدمسه الجميل ده. بصوا يا بنات، شايفين الفول ليه بقى ابيض وجميل كده وشكله حلو؟ عشان حطيته في التلاجة. طبعا في ناس بتحفظه في الفريزر يا بنات، هو بيتحط في التلاجة وبيبقى زي الفل اهو. والله العظيم قسما بالله انا شارياه من السنه اللي فاتت. شايفين جماله؟ ونضيفه زي الفل. اهم حاجه الفوله تجيبوها بيضه ومقلبظه كده، ما تكونش مثلا فوله مضموره او فوله تعبانه في ارضها وتبقى ايه، وتيجوا تعملوها تلاقوها مش حلوه، تلاقوها بتدي معاكم باسمرار. الفوله اهي. وحطوا معلقه السكر يا بنات، حطوا معلقه السكر على ضمان يقضيني كمان للسنه الجايه. وابيض كده وجميل. والفول الاخضر بتاعنا طلع جميل اهو. خلاص الخير في الاراضي يا بنات، ما شاء الله. الفول الفلاح بتاعنا والفول القمر بتاعنا التاني اهو دمسناه وخلاص. هنعينه بقى في الفريزر. شايفين يا بنات الفول اهو؟ بصوا شايفين؟ قمر حاجه كده زبده تستاهل بقكم والله العظيم. خلاص يا بنات خلصنا الفول. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. ما تنسوش في لايك كبير كبير في القناه وكومنتات كده، وتصلوا على النبي في القناه كتير يا بنات. نفسي ربنا يفتحها علينا كده مع بعض، وربنا يجعلها فتحه خير علينا كلنا، ويجعله شهر مفترج عليكم وعلى اولادكم وعلى كل اللي بتحبوهم يا رب، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويجعلها كده ايه سنه سعيده علينا جميعا. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، في رعايه الله.